السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة من واقعنا المعاصر أو من واقع الحياة. قصة شاب كان سكيرا عربيدا إذا رأيته لا تجده إلا سكران. وفي يوم من الأيام وهو ماشي من قدام مسجد الحي اللي هو يسكن فيه، طلبت منه إن هو يخش الجامع وهو سكران، فأراد أن يدخل الجامع، وكان في بعض الشباب في المسجد وهم يعرفونه، فقام بعض الشباب وصدوه عن الدخول في المسجد. يا عم انت سكران، طب روح استحمى، روح اغتسل، روح اتوضى فوق. قال لهم انا هخش الجامع. فبدأت الأصوات تعلو في المسجد، فقام شيخ الجامع: ايه في يا أولاد؟ قالوا له الأخ دوت عايز يخش الجامع وهو سكران. قال لهم طب سيبوه، تعالى يا ابني، انت عايز ايه؟ قال له عايز اخش الجامع يا عم الشيخ. هتعمل ايه؟ قال له عايز اصلي. قال له طب تعالى معايا. وراح مدخله الميضة، وبدأ يحطه تحت الحنفية، دماغه تحت الحنفية عشان يفوق. فبدأ الشاب يفوق شوية، رويدا رويدا. ها انت عايز ايه؟ قال له عايز اصلي. قال له طب بتعرف تتوضى؟ قال له لا. قال له طب الاول انت خش اغتسل، ما هو ما بيصليش خالص، الله اعلم بحاله. فعلمه ازاي يغتسل، فدخل الولد الحمام، اغتسل وخرج. قال له بتعرف تتوضى؟ قال له لا. قال له طب تعالى، وبدأ يعرفه الوضوء. انت بتعرف بقى تقرأ فاتحة الكتاب يعني أو قول الله احد؟ قال له بصراحة يا عم الشيخ لا. قال له حتى فاتحة الكتاب ما تعرفهاش؟ قال له لا. فبدأ يعلمه فاتحة الكتاب، وجنبها قل هو الله أحد عشان يصلي بها إن شاء الله لما يأتي المغرب. وبدأ الشاب يقرأ ورا الشيخ سورة الفاتحة. العجيب أنه كل ما يقرأ يبكي، كل ما يقرأ يزداد بكاء. فالشيخ بيقول له طب بتبكي ليه؟ قال له دي أول مرة أقرأ فيها القرآن، ومش عارف ليه حاسس الهم اللي في قلبي بدأ ينزاح، وفي حاجة غريبة، طعم كده في حلقي غريب. فبدأ يعلمه الشيخ قل هو الله أحد، وبدأ يعلمه، وبدأ وبدأ يرغبه في الصلاة وطاعة الرحمن. هناك جنة، هناك نار. فجاءت صلاة المغرب، ووقف هذا الشاب يصلي مع المسلمين صلاة المغرب، وكبر الجميع تكبيرة الإحرام، وركع معهم في الصلاة، وسجدوا. كل أمن السجود إلا هو ما أمشي. فظن الشباب إنه نام، وهو كان جاي سكران. فخلصوا الصلاة وعايزين يصحوه: قوم يا فلان. فإذا فلان قد مات بين يدي الله ساجدا، مات ساجد لربه جل وعلا. فأنت لا تعلم يا عبد الله من أين يأتي الخير. هذا الشاب على آخر ساعات في حياته تاب إلى الله وعاد إلى الله، ومات ساجدا بين يدي الله عز وجل. إنما الأعمال بالخواتيم. وسبحان الله، ممكن الإنسان يعود إلى ربه ولو بساعات أو سويعات. فأنت لا تدري يا عبد الله أين الخير، فأنت عليك بالدعوة إلى الله. هذا الشاب من كان يصدق أن هذا الشاب السكير العربيد صاحب المشاكل يدخل المسجد في يوم من الأيام، ويوم ما يدخل المسجد يموت بين يد رب العالمين ساجدا. يتمناها كل الصالحين، يتمناها كل المسلمين، أن يموتوا بين يدي الله عز وجل وهم سجود. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. فالقلوب لا يعلمها إلا الله، وما في القلوب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قد يعمل الرجل الزمن الطويل بعمل أهل النار، ثم يسبق عليه الكتاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الجنة.
اللهم إنا نسألك الجنة وأن تحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، علينا أن نراجع أنفسنا وأن نحاسبها قبل الوقوف بين يدي الله عز وجل. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا خلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه غير ما كان؟ فلما قرأته ولم تنقر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا. فحذاري يا عباد الله أن نلهث وراء خطوات الشيطان، فإنه يأمر بالذنوب والعصيان. أحبتي في الله، حاسب نفسك الآن وقل لها يا نفس إلى متى تعصين وعلى الله تتجرئين؟ يا نفس ألا تنظرين إلى أهل القبور؟ كانوا كثيرا وجمعوا كثيرا فأصبح جمعهم بورا وبنيانهم قبورا. ويحك يا نفس، ألا تخافين من الموت وسكراته؟ ألا تخافين من الصراط وحدته؟ أما تخافين من القبر وظلمته؟ أما تخافين عندما تسألين من ربك وما دينك وما الرجل الذي بعث فيكم؟ ويحك يا نفس، إلى متى تعصين وعلى الله تتجرئين؟ أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا؟ أنسيت لقاء الله واللحد والثراء ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا؟ ولو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. فحاسب نفسك الآن يا عبد الله، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، أي للعرض على الله جل في علاه. الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة. لأن الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، وإن العمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. فتزود يا عبد الله، تزود من تقوى الله جل في علاه، تزود من التقى، فإنك لا تدري إذ جن ليل هل تعيش إلى الفجر. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد أخذت أرواحهم ليلة القدر. وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسكت أكفانه وهو لا يدري. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم فأدخلت أجسادهم ظلمة القبر. فداوم على تقوى الإله فإنها آمان لك في موقف الحشر. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.